Welcome back. دي واحدة طبعا من جنجو كايرو أخذت لي قالت لي هذا محق أنا مستمتع من محتواك ومن الصراحة بتاعتك قالت لي رد لي فردد له هاي تفضل يا أستاذ الحاصل شنو؟ قالت لي يا أخي أنا أول حاجة عشان ما تقول يا أخي طب أنا داير أمشي أوروبا وكده أوروبا دي لو جابوها لي هنا أنا ما بمشي لها. طيب الحاصل شنو والمطلوب مني دي؟ قالت لي يا أخي تجي تتقدم لي أتقدم لك كده أنا لا بعرفك لا بعرف أبوك لا بعرف أهلك أتقدم لك ساي كده غنماي أنا كده قالت لي يا أخي سمعتنا معروفة ونحن ناس كده وناس كده وناس كده لا ساكن معاك في البيت أنا ولا قاعد جوا قلبي ولا أنت قايل أنا جاي البلد دي ساكت كيس المهم مشيتها أنا ما صدقتها لكن شنو حاولت أعمل لها فيها إنه شنو أنا مصدق تمام. المهم بقيت قاعد أتواصل معها بعد جيش بكتب لك يا أخي مصر دي بقت ضيقة والسودان ذاته بقى ضيق وبتاع تصدق الواحد فكر في أوروبا. قالت لي يا أخي نتزوج وتجي تقعد معي هنا في مصر زي سنة سنتين كده مصر لو ما نفعت تعمل لي لما شملي نمشي أوروبا أنا ذاته دار أصلح الوضع بتاعي. طيب يا وسخة ما قلت لي اقتراحات وعندكم فيلا واموركم ظابطه اوروبا دايره بقى شنو؟ ما قلت اوروبا دي لو جابوها لك هنا ما بتمشي. انا عارف اول حاجه كبابه لانه التيكس بتاع كايرو ده نصهم كبابين وقدرت اعمل لي فيها مفتحه طوال اديت لك بلوك من كل وسائل التواصل الاجتماعي بلوك 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 ودمخرت لها عيل كده بيب كده وسخه عواليك. انتبهوا يا جنجو من التيكس بتاع كايرو دي ما كلهم لكن نصهم كبامين انتبهوا عاملين فيها مفتحين لكن جنجاوي تغش لقوه من كايرو دي الا كان جنجاوي راسه فاني